مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025. الفراعنة يتجاوزون عقبة بنين ب3 أهداف مقابل هدف واحد، ولكن الفوز جاء بعد معاناة وأداء لم يرق لطموحات الجماهير. المباراة كانت معقدة تكتيكياً. افتتح مروان عطية التسجيل لمصر في الدقيقة 63، لكن منتخب بنين فاجأ الجميع بهدف التعادل في الدقيقة 38 عن طريق موزيس أديلي هو، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق. في الأشواط الإضافية حضرت الخبرة المصرية لحسم الموقف، حيث نجح المدافع ياسر إبراهيم في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 104، قبل أن يختتم القائد محمد صلاح الثلاثية في الدقيقة 119، مؤكداً عبور المنتخب بصعوبة. تأهل بطعم المعاناة وأداء يثير التساؤلات قبل المواجهات الكبرى القادمة. هل مصر ستواصل الطريق نحو اللقب الثامن؟ وهل يتحسن المستوى في ربع النهائي؟ شاركونا توقعاتكم في التعليقات.